كرة عالية دائرية، فرصة توقع عمل استقدام الزوج عند الدودي. اي 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 ضربة مقاس ولكن اي 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 اللاعبين اللي تنعرفوهم. اذا انطلقت المقابله، الكره عند الفريق البلجيكي. طويل الحداوي احتفظ بالكره، ضربات في احد المدافعين ولكن مشات عند حبابيل عند الحضريوي. الحداوي باغي يقذف، قذفها من بعيد مباشره عند الحارس، ما خرجش بالكره، رجلو اللي خرجت، اما الكره بقات داخل الملعب تمشي للجهه اليسرى. بعد تسلم الكره الشاوش بامكانه يمرر لان في وضعيه ممتازه، مراوغه جميله ديال الشاوش ولكن كثر شويه من المراوغات، كان يمرر، كانوا جوج ديال اللاعبين. حجي تمريره جميله ولكن اللي بعيده على حجي، تدخل حد المدافع. حجي عنده الكره بوحده، شنو كيعمل استقدام. هذه اول محاوله ديال المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعب حجي اللي فضل يقذف. ما عرفتي واش الوضعيه ديال اللاعب الشاوش كانت تناسبه باش يمرر ليه، ولكن قذف بقوه. بالدودي عند الشاوش، الحداوي تمريره جميله لكن تاخر شويه حجي، قذفه بعيده. محاولة فائدة الفريق البلجيكي، ما كاينش، هناك خطأ. الدودي كرة خطيرة لفائدة الفريق البلجيكي، قذفة خطيرة، كانت خطيرة القذفة ديال الفريق البلجيكي بواسطة اللاعب دوغريز. شيفو، تمريرة ديال شيفو أخيرا تدخل بكل هدوء اللاعب النيبت. ساعات يقذف كرة دائرية، تضرب كرة بأحد اللاعبين ديال البلجيكيين، تمشي الكرة. تلاحظوا بأن كل اللاعبين البلجيكيين أمام منطقة الجزء اليسرى، ما كاينش الشروط. مشى الحضريوي، تمشي الكرة في اتجاه جوج ديال اللاعبين، أخيرا اللاعبين كرة خطيرة تدخل الحضريوي بنجاح. شيفو خطير، خاصهم يحتاطوا منه الدودي. بلا خطأ ديال الحارس، خطأ ديال عزمي، خطأ ديال عزمي، ادى الثمن ديالو غالي. الخروج ديالو ما كانش خروج صائب، والهدف الاول لفائده الفريق البلجيكي. دوغريز يسجل الهدف الاول في الدقيقه 11 من المقابله. خروج خاطئ ديال الحارس. الاصل ديال تلاحظوا خروج خاطئ ديال عزمي. اذا 1-0 لفائده الفريق البلجيكي. هدف جا في واحد الوقت. الدودي قذفه قويه ديال الدودي، انما القوه ديالها نقصات من بعد ما لمست الكره رجل احد اللاعبين البلجيكيين، تمشي لعند الحارس بريدوم. غول، تمريره طويله خطيره، تخرج عزمي. لا، اللاعبين البلجيكيين تيتحركوا كيف ما بغاو، بحيث انه جوج ديال المرات ينطلقوا. هذا مؤشر ما تنظنش ايجابي، لانه ما كاينش هناك حرص على اللاعبين البلجيكيين باش يوصل الكره. بالفعل تيوصل حجي وتيخرج كره، لكن تضرب احد المدافعين. ما كاين تمريره خطيره، شوف كيفاش ينطلقوا اللاعبين البلجيكيين. اخيرا تدخل النيبت وتحافظ على الكره حتى تخرج خارج خط المرمى. اذا 5 المتاخر. حداوي شنو غادي يعمل؟ قذفه ديال الحداوي بعيده وضعيفه على سميت، تيخرج كره عاليه خطيره الكره دي. هذا الا بغينا نكونوا منطقيين سنعتبروه هدف. الحضريوي بغى يمرر ولكن ما كاينش يسلم الكره امام. تشوفوا تلاحظوا بانه الشاوش بوحده، حتى قذفه جميله ديال الحضريوي. اسف ان الحضريوي بوحده امام الشاوش في وسط 5 ديال المدافعين ديالو. تصبح وجه مضاد، يدخل نيبات، ورقه صفراء. الشيء اللي كنا خايفين منه هو انه حجي خصهم يثيقوا في الامكانيات ديالهم. التمريره ديال الحداوي في اتجاه حجي، قذفه ديال حجي ولكن بعيده، قذفه بعيده ديال الحجي. كما قلت المقابله باقي ما خسرناهاش، باقي المقابله ملعوبه. واحد الحضريوي خطيره الكره، انما اظن بانه العارضه هي اللي خلت الموقف او ضربات الكره في عزمي. كره عاليه تيخرج عزمي، ما تمكنش من الكره ولكن بدا يقذف. قذفه عاليه، كره عاليه دائريه، فرصه. هذه عمليه جميله ديال العزوزي، انما الحظ باقي ما بغاش يبتسم. جوج ديال الكرات او 3 ديال الكرات، تلاحظوا الطريقه جميله باش قذف الكره. الدودي كره دائريه دازت على كل اللاعبين البلجيكيين وبالداخل ديال الرجل. تمريره خطيره تخرج عزمي مره اخرى، يخرج بزاف عزمي الكواري. ما عرفتش واش هذا ناتج على ما كاين مع اللاعبين.
تخلص من الحداوي كامل بسهوله وتيخرج كره ارضيه خطيره. تدخل جميل ديال النيبت المدافع رقم 1 بدون منازع. بعيد هرباني لبعاد، خص يقربوا لمنطقه الجزاء وما تيبعدوا من الكره. العزوزي قد فا ولكن تضرب الكره في احد المدافعين. ما فهمتش انا لاعبين الكره وخايفين من بعضيات. ما تمكنش من الكره الداودي، الكره صعيبه اخيرا الداودي وين قد موقف. ما كاينش خطا، ما كاينش الخطا. يمكن ما شفتش مزيان الحكم على اعطاء انذار لان الشيف هو اللي باغي يقذف وتضرب الكره في حجي او بالاحرى حجي هو اللي مشى للكره حولها للزاويه. عزوجي تمريره لعند من تمشي عند الشاوش قد العارضه تتنقذ الفريق البلجيكي. قذفه قويه ديال الشاوش ولكن لحد ساعه لحد ما تبدا تمشي عمل شاوش. بامكان يقصد المدافع الاوسط يقصدوا او يمر على الحبابي. شاوش ولكن يبغى تريكي خطيره. من حسن الحظ انه اللاعب البلجيكي فقد التوازن. الكره عند حجي ضربه راسيه ولكن ما فهمتش علاش ما تيخرج. خطيره ضربه راسيه مراوغه خطير هادشي هذا خطير جدا. صعيب هادشي هذا. كاينش لاعبين نصر غادي يحاول باش يخرج الكره. تخريجه جميله ضربه مقاس ولكن بعيده شويه على الكره. ضربه مقاس جميله ديال الشاوش ولكن مشات بعيده شويه. شيفو امام النيبت انما النيبت ما غنقولش بانه تدخل بنجاح لانه كل تدخلات ديال النيبت من المستوى العالي والمستوى الرفيع. الحضريوي شنو غادي يعمل؟ تيحاول باش يراوغ مراوغه ديال الحضريوي. سبق الكره كثير كان تيقلب على الكرات اللي تيضربهم بالرجل اليمنى. الحداوي دائما عنده كره تمريره جميله الشاوش على الداودي. اي الداودي صعب من هاتي تيسجلوا كره سهله وعمليه جميله جدا. من اجمل العمليات اللي قام بها الحداوي خلال هذه المقابله. قاد هجوم وكملوا جميع اللاعبين. الشاوش واخا فقد التوازن ديالو استطاع باش يمرر الكره بالرجل اليسرى عند الداودي. تمريره جميله ديال حبابي مراوغه جميله الشاوش ولكن هربات منه الكره ديال الدفاع هي اللي اثرت. الداودي تخلص من جوج ديال اللاعبين. الداودي عمليه جميله ولكن ضربه خطا اتجاه ويبر برا. تيخرج عزمي وتيجي يقذف تدخل حبابي خطيره. ضربه خطا. شيفو شويه على المرمى. كره ثابته كلها خطيره. هذا السيفو اللاعب الكبير الملقب بالمايسترو 28 سنه. حبابي النيبت داودي حجي قيراوه حتى مشات الكره خطيره. هذه الكره هذه خطيره باش ما كاينش الشروط انما النيبت هو اللي قد الموقف ده. حجي تيقذف بعيد على المرمى. باقي خصو حجي يدير شي حاجه اللي تنسي هذا العطاء ديالو في هذه المقابله. كانت هناك جوج ديال التسربات خلال الجوله الاولى. كره عاليه في اتجاه ديغريز ولكن النيبت ينقذ الموقف. تلاحظوا بانه كل الكرات العاليه الى ما رداش النيبت ما تتمرر. كره عاليه جميله ضربه راسيه. غير معقول ان كرات بهذا الشكل. مقابله ما تخسرش عباد الله. النيبت البهجه مره اخرى باقي الكره ما خرجتش. مشات عند البهجه شنو غادي يعمل؟ محافظ على الكره ديالو مراوغه ديال البهجه في وسط جوج ديال اللاعبين انما تضيع منه. استرجع البهجه مازال عنده الكره. شنو غادي يعمل؟ تيرفع كره عاليه انما مشات عند الحارس دار اللي عليه. واخا كان بامكانه يمرر لعند اللاعب ناصر. تمريره خطيره في جدول تقذف ولكن تدخل جميل ديال عبد الله ناصر او النيبت. كانوا يمروا خصو اللاعبين ديالنا يدخلوا لداخل. كره عاليه حجي. اي ضربه راسيه ديال حجي انما بعيده عن المرمى. الشيء اللي يمكن لي نقول انه مقابله بهذا الشكل ما خصهاش النصر امام البهجه بامكانه يسلم الكره في الطريق قذاف من بعيد. طرف الشاوش اسف. كره عاليه خطيره بالسيفو. عبد الله ناصر قد فاش شويه بعيد. سوى عالي كره عاليه تتجي عند الشاوش. لا الحكم بلجيكي 100%.
لانه مثل هذه الكرات حنا تنشاهدوا بانه الحارس اذا ما تمكنش من الكره ماشي غادي نعطيوه الامتياز. يلا اللي عنده الكره هو اللي تيكون مرغم باش يجري. قد فهم بعيد اي 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 كي مرات الكره يمكن بالكاميرا الموجوده وراء المرمى هي اللي تبين ما مشى. كره عاليه خطيره انما عبد الله ناصر هو اللي تينقذ الموقف. شرود 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 واللي يمكن تصاب اكثر هو عزمي لان اللاعب البلجيكي ويبر ما عنده حتى شي حاجه لان رجلو ضربات في الصدر او في الوجه ديال اللاعب عزمي. الحضريوي تيقلب على الرجل اليسرى. الحضريوي قد فاق قويه ولكن ضربت في احد اللاعبين مشات لعند سيفو. حكم تعلن على نهايه المقابله. خسرنا المقابله اللي ما كانش نخسروا ولكن هذه كره القدم خصنا نتقبلوا الهزيمه 1-0. ستعطى انطلاقة هذه المقابلة. هناك هذه فرصة والفرصة في المقابلة وتدخل الدفاع. الجهود اللي تيقوم بها في الهجوم ديال الفريق الوطني المغربي. عملية جميلة لفائدة المنتخب الوطني. كرة جميلة في العمق. هذه فرصة دائما يوسف حجي. سيطرة لفائدة المنتخب الوطني اللي الآن اللاعبين ديالو محتكرين الكرة. هناك سفيان العلودي بإمكانه باش يمر مراوغة جميلة بإمكانه باش تمر زيدة وكرة في ركنية. كرة في ركنية لفائدة يوسف حجي. حاول باش يراوغ بالفعل مراوغة جميلة زيدة قوية ولكن بعيدة. الصراع على مستوى الوسط السفلي. هناك طارق سكيتيوي تيغير الاتجاه. يوسف حجي فرصه لفائده المنتخب الوطني. كريستيان باسير تمريره ولكن هذا سفيان العلودي. هدف بواسطه سفيان العلودي والجمهور الان اللي تيتحرك بقوه. هدف من رائع بمكان. هذا ما كنا كننتظروه. الكل هنا ببروكسل كان كيتمنى ان المنتخب الوطني يظهر بمستوى جيد على الاقل. لحد الان لاحظوا الكره ما نزلاتش تماما بالنسبه لسفيان العلودي. تلتقط التمريره من كريستيان باسير والهدف الاول لفائده المنتخب الوطني. لاحظوا الاعاده من زاويه اخرى. ميكايل باسير تم تغيير الاتجاه ديال الكره و حتى الكره ملي لمسات الارض غيرت الاتجاه وخدعات الحارس ولكن وخدات السرعه. سفيان العلودي قذف مباشره بدون ان الكره تنزل. مروان شماخ ما لمسش كرات كثيره. وهناك خطا. تدخل ديال فان بويطا اللي جر التموضع وضربه راسيه قويه. كره جميله لفائده المنتخب الوطني. دي فرصه تمريره وتدخل في اخر لحظه لموديغاي. موديغاي لاعب فريق لازيو. هذه تسديده قويه. هذا العلودي ولكن هناك تسلل سفيان العلودي. قذفه قويه ديال يوسف السفري اللي كنا دائما تنتظروا نظرا للقذافات القويه ديالو. لاحظوا تسديده من بعيد تسديده قويه ولحسن حظ الحارس ان الكره ما ارتطمتش بالارض لانه كان. لاحظوا الاداء ديال المنتخب الوطني الان. ما كاينش هناك تسلل. مروان شماخ بامكانه باش ينطلق بينفع انطلاقه لمروان شماخ. تمرر وتدخل طارق سكيتيوي. لاحظوا العدد ديال اللمسات اللي قام بهم المنتخب الوطني. العدد ديال اللمسات المنتخب الوطني لا بحال اضطر يعطيه الكره. كره خطيره. تدخل الحسين خرجه. موديغاي وتدخل ممتاز للحارس نادر المياغري اللي وضع فيه الثقه المدرب فتحي جمال. الوقت المناسب
هذه ضربه راسيه وتدخل جيد للحارس نادر الميغلي على غرار حراس كرة اليد. حارس فريق الوحده الاماراتي على عناصر كثيره منه. مراوغه جميله لطارق سكيتي بامكانه باش يتقدم. بالفعل هناك خطا خاص انذار. خطا وانذار. خطا وانذار. وفعلا الورقه الصفراء لان ما كانش هو المدافع الاخير. هذا الشيء. يوسف السفري ما تمكنش من تمرير الكره. حتى الحائط ما كانش في المكان ديالو اللي خاص الحكم يحسب الامطار القانونيه. القادوري تمريره جميله وهناك الحارس هنا ببلجيكا. دي تمريره فرصه لفائده المنتخب الوطني دائما فرصه جميله استداء وكره جميله. العلودي اللي كان شويه ماشي في واحد المركز اللي يقذف وخلى الكره غادي من بعد شفنا القذف. كره دائريه الشماخ استداء قويه. طارق سكيتيوي تيمر هدف لفائده طارق سكيتيوي بعد الهدف الاول ديال عادل او اللاعب سفيان العلودي. خطا كبير للحارس ولكن حتى الارضيه المبلله. والهدف الثاني تلاحظوا التاثر الكبير ديال اللاعبين. تلاحظوا الاعلام الوطنيه والفرجه هنا ببلجيكا. كان خطا كبير ولاحظوا بذكاء. كره تطمات كذلك مرتين. القراءة ديال الحارس كانت خاطئة جدا والكرة تتمرر تنشوفوا أخطاء فادحة ديال الحارس البلجيكي. وهدف ثاني المنتخب الوطني المغربي كما قلت السيطرة ديالو كيخرج. مروان الشماخ هجوم لفائدة المنتخب الوطني. حجي سفيان العلودي بإمكانه باش يمرر ولكن فضل يراوغ تضيع منه الكرة. ما كاينش هناك تسلل. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني. سفيان العلودي يضيع سفيان العلودي كرة المقابلة. فعلا كان عنده اختيار لأن الكرة شوية سرعت. كان يقدر الكرة كان لصالحه. كذلك هدفين لصفر. ضربة رأسية وهدف. كان هناك خطأ في الدفاع. هدف بواسطة ويتسل لاعب ستاندارد لياج اللي دخل خلال الشوط الثاني. كان هناك خطأ على مستوى التغطية. كان بوحده اللاعب ويتسل 19 سنة لاعب جديد في صفوف المنتخب البلجيكي. ما كانش ينتظر بدر القادوري بان الكرة غتجي من الشرط وتمشي بهذه الكرة هذه. قريب كثير من مروان الشماخ. نبيل الزر مراوغة جميلة يمكنه باش يمرر بالفعل. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني. الحسين خرجة كاينش هناك خطأ وسفيان العلودي تخلي الكرة إذن ركنية لفائدة المنتخب الوطني. نفذت كرة دائرية ضربة رأسية ولكن ضاعت شوية الأمير الرباطي. كان باقي كما تكلمت في الشوط الأول. غنشوفوا هذا الهدف اللي تسجل في الهدف الأول لأن ما كانش ينتظر بدر القادوري. الكرة غتجي حيد ركنية. كرة الثابتة كلها خطيرة. لاحظوا قامات طويلة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب البلجيكي. ضربة رأسية من مروان فيلاني. مروان الشماخ عملية جميلة. نبيل الزر بإمكانه باش يسدد فعل ولكن فضل باش يراوغ. الكرة تضيع. مبارك بوصوفة تضيع الكرة من أمين الرباطي. ما انتظرش الكرة. كنقول بأنه تفاجأ بالكرة اللي وصلته الآن. تفاجأ بالمدافع اللي ما مس الكرة وكان تجاه عادل هرماش. مازال مبارك بوصوفة بإمكانه باش يمرر. وهناك خطأ لفائدة المنتخب الوطني. تركيز كبير. كرة دائرية جميلة ولكن مشات جانبية. كرة في اتجاه الحارس نادر الميغي. خروج ممتاز. بدر القادوري. سفيان العلودي. انطلاقه لسفيان العلودي بامكانه باش يمرر او يراوغ. بالفعل مازال محتفظ بالكره في انتظار المسانده. كان شيئا ما معزول سفيان العلودي. هناك ركنيه. استماتة كبيره للاعبين ديال المنتخب الوطني. تلاحظوا نبيل الزهر
الموضوع كرة خطيرة لفائدة المنتخب البلجيكي، ونادر المياغلي في المكان المناسب. ما تيتيقش في الكره، شوفوا كيفاش خداها وركز باش ياخذ الكره ديالو. ودخول اللعيب هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. هدف لفائده المنتخب الوطني، هدف من روعه هذه المكان. لاحظوا الطريقه اللي ركز بها اللاعب نبيل الزهر وكيفاش اختار المكان المناسب وكانه تيسدد ضربه جزاء. فعلا ما زادش فيها الاخ زمان، الكره جات عنده هديه من المدافعين اللي ما تفاهموش فيما بعضياتهم في الدفاع، قطب الدفاع غادي نشاهدوا ما كاينش تسلل نهائيا، خطا كبير في العمق. جوج ديال اللاعبين، لاحظوا كيفاش ركز، كيفاش رفع الاعين ديالو واختار المكان المناسب. وتا مع الرجلين ديالو مقوسين بسهوله، كيفاش ضرب الكره برجل او بخارج الرجل ديالو اليمنى. لاحظوا الهدف، طريقه باش تسجل كره في الجهه اليمنى، وتدخل ممتاز للحارس نادر المياغلي. ما يمكنش وما يتبينش بان المنتخب البلجيكي يقدر يرجع. المنتخب الوطني كره هدف عبد السلام بن-جلون، وفرحه هيستيريا هنا ب ملعب الملك رضوان ببلجيكا. اخ زمان هذه يومين وانا موجود هنايا في بلجيكا وتنشوف المناخ. صباح اليوم انا شفت هذه يومين المنتخب المغربي في الفندق، اللاعبين انسجام كبير ما فيما بعضياتهم، حتى المناخ خلى تكون اشياء ايجابيه وتفاهم كبير. تنشوفوا ارتماعها بالضربه الراسيه ديال بن-جلون اللي سبق المدافع المباشر اللي حداه. كما قلت اجواء كانت ايجابيه من ناحيه لا الطاقم التقني اللي كاين اللاعب. ونهايه المقابله بفوز عريض للمنتخب الوطني المغربي هنا ببروكسل.